السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم رامي قميحة. انا باختصار شديد دكتور اكاديمي في مجال الديزاين والدعاية والاعلان، وار دايركتور، وتوب ريتد فريلانسر، وبنوظف في شغلنا الاي اي. فحابب انقل لكم التجربة كاملة. باختصار شديد انا هسلط الضوء على امور في مجالنا مش كتير بيتكلموا عنها. هتكلم النهارده معاكم عن موضوع انا عجبني وانا بطلع عليه. بصراحة عجبني قوي، وانا كنت بعمل كده كيس ستادي مع نفسي كده، بذاكر في بروجكت يعني. قعدت اذاكر في حاجه جانبيه كده. فالمهم لقيت ان يونيليفر، لو حد يسمع البراند ده كان عامل من فتره حمله اعلانيه قويه لانقاذ الخضروات. آه، قبل ما يعمل الحمله، قبل يعني ما اتكلم عن حمله اصلي، هكلمكم عن حاجه اسمها الدايركت ادفرتايزنج، الاعلان المباشر. يعني ايه اعلان مباشر؟ عامه ان انا ابسط حاجه، عندي رسالة واضحة للجمهور، ابعتها لهم تكست او ايميلات او ايه، او تجي لهم على البريد بتاعهم في الدولة بتاعتهم. فده هربطه بده ليه قلت الاول يونيليفر وليه قلت ده؟ دولة بريطانيا كان عندهم مشكلة في الخضروات، بدأت تموت، بدأت محدش بيراعيها ولا بيشتريها. فكانوا عايزين يعملوا انذار للجمهور البلد، بريطانيا انقذونا، انقذوا الخضروات. كانوا ممكن يبعتوها اس ام اس لكل الشعب، يعني رسائل لا طبعا، ايميلات لا طبعا. حتى ممكن لو جالي ايميل كده من مؤسسه في البلد ان انقذوا كذا ممكن رساله تحس ان هي ايه، صعبه. رامي قميحه انقذ هتبقى جافه قوي. عشان كده احنا ده مجالنا، مجال الميديا والدعايه والاعلان. ايه دورنا بقى؟ ان احنا نحول الرسائل الجافه الدايركت دي الى ارت دايركشن. حتى بنقول الكلمه دي ارت دايركشن، دايركت ادفرتايزنج. احنا ارت دايركت، الاعلانات المباشره الجافه، اللي هي الرساله الاعلانيه بنحولها لفيجوال، حاجه جرافيك. فالمهم حولوا هم، يعني تواصلوا مع فريق ميديا ودعايه واعلان، حولوا انقذوا الخضروات دي الى حمله او كامبين اعلاني. لو حد سرش على براند يونيليفر وحمله انقذوا الخضروات انجلش او عربي، هيلاقي الكلام ده موجود. هي كانت حمله عشان هي رساله مهمه. عملوا ايه بقى؟ اتعاقدوا مع ايه، مؤسسه كنور، زي مرقه ماجي كده، مرقه كده بكنور كده. قالوا ايه، بدل ما نعمل ده تصميم ديزاين الكلمه فيه مكتوبه وكذا وصوره بتاعت خضروات، لا، هنربط ان احنا نعمل كمان فيديوهات اعلانيه عن الكامبين دي ونزله فعلا على يوتيوب. لو حد سيرش على اليوتيوب على كنور والحاجات دي هيلاقي في فيديوز على الحته دي. تخيلوا، يعني جايبين خضروات كده في جرافيك ميديا كده، ان مثلا وحيده بره التلاجة وينقذوها، وشكل كده في تعاطف وبتاع، خلقوا حاله بالرساله الدايركت دي الصريحه دي. وحطوا في البوسترات بتاعتهم كلها على السوشيال ميديا حاجه اسمها كول تو اكشن. ايه كول تو اكشن؟ كول تو اكشن دي اختصارها في مجالنا، مجال الميديا، سي تي اي. سي تي اي دي كول تو اكشن، اختصار لكل كلمه سي تي اي. طيب ايه كول تو اكشن برضه؟ هي كلمه بتخليك تتنفض كده من مكانك، تتواصل مع البراند. سواء بقى بتطلب اكل، بلاقي كده زرار مثلا يقول لك هايرنج، اتصل الان او ابعت ميل عشان تكمل اجراءات الوظيفه، او عشان نعمل لك انترفيو. طب مثلا كورس، اتصل الان عشان تحجز اول كرسي في اول راوند. كول تو اكشن. فالبراند بتاع يونيليفر ده، مؤسسه الغذاء يعني، عملت تعاقدت مع كنور، مرقه كنور، يعملوا اعلانات، يعني يوظفوا بقى خضروات يطبخوها تبقى طعمها حلو. فكده بننقذها بفكره اعلانيه. الافكار دي ده دور بقى الديزاينرز. فالمهم هتلاقي بوسترات كلها بتتكلم عن ايه، كلها او معظمها your country needs you، محتاجاك. حتى مكبرين حتى في بوستراتهم لو ركزت في الحمله دي، needs you، يو كبيره قوي، انت مهم بالنسبه لنا.
احنا محتاجينك، اهتم، اشتري خضروات، اشتريها. دلوقتي كمان احنا كمان حاطين في البوستر ايه بقى؟ كنور، يعني حملة مقفولة، ديزاين كله ملعوب، ديزاين ملعوب. تخيلوا. نيدز يو دي بقى الكول تو اكشن. نسيت ايه؟ عشان مكبرينها قوي. دي رسالتك، مش شرط يقول لك اطلب الان، بس ربطوا احتياج البلد بيك، بيك. تخيلوا. ده كده اعلان. انا كده اتمزجت يعني بشرب كوبايه قهوه وبتفرج على الاعلان ده، انا في عالم تاني، انا مبسوط جدا. يا جماعه والله عمره ما كان الديزاين ادوات، عمره ما كان فوتوشوب كده انا بقيت ماستر ان ديزاين، عمره كان الستريتور، عمره كان ان ديزاين، عمره كان اي. كلها دي تولز. العلم هنا مش في الادوات. عشان كده مجالنا لا يموت. الافكار القويه ووحوش المجال كده لا، استحاله يندثر علمهم ده، استحاله، ده بيزيد. انا بديكوا بوش في مجالكم. انا الفتره الجايه هتلاقوني بنزل دروس مختلفه، مره سوق عمل، مره جرافيك ديزاين، مره برنسبل مبادئ، مره تولز فوتوشوب الستريتور ان ديزاين. هتلاقوا دروس متنوعه، بس انا عايز افيدكم باللي فعلا انا مش شايفه كتير موجود في السوق، انتوا محتاجينه. حد مخلص كورس لو مش عارف مثلا يحط في ديزاين سي تي ايه، ومش عارف اصلا يعني ايه سي تي ايه اصلا، ممكن اكون درست في كورس، ممكن ما يكونش الشرح لي بالكامل، ممكن يكون الشرح لي. ففهمت قصدي ايه؟ فالديزاين عمره ما كان تولز، عمره. التولز دي هي بس يعني بتقويك، بتخلي عندك اسلحه، اكنك رايح تحارب معاك السلاح بتاعك، بس الحرب ايه؟ خدعه. صح. اشوفكم على خير في دروس تانية، واتمنى يعني ربنا كده ينفعنا بالعلم وينفعكم بيه وتنفعوا بيه غيركم. كان معاكم مرابط مياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.